ما تيجوا نعمل كده فطيرة كده بالسجق والمشروم. انما ايه، حكاية وسهلة جدا. معايا بقى طاسة زي ما انتوا شايفين فيها مكعب زبدة، سبته لما ساح شوية. وده سوسيس كنت سلقاه، قطعته زي ما انتوا شايفين كده. وكان عندي مشروم بس فريش مش علب، غسلته وقطعته برضو بنفس الطريقة. وده زيتون مخلي، اضافته ديت برضو بتدي طعم حلو قوي. دلوقتي بقى انا بضيف دلوقتي بقى التوابل اللي انا استخدمتها هي توابل المشويات، وتوابل مشكلة انا اللي ببقى عاملاها زي ما انتي تحبي بقى، فلفل بقى وكمون زي ما تحبي. وضفت كمان معلقة صلصة، وده معلقة خل. واديت بقى الحاجات دي كلها تشويحة كده زي ما انتوا شايفين. تاخدش بصراحة على النار بتاع مثلا 6 دقايق كده يعني. هنا بقى جبت ايه الصينية بتاعتي، هدهنها بقى سمنة. انا مسيحة السمنة وهدهنها بالفرشة سمنة كده. ومعايا لفة جلاش 500 جرام. هخلي نصها تحت ونصها فوق، وهخلي طبعا الحشوة في النص. بس ما بين كل ورقة وورقة لازم هدهن كده سمنة. ليه بقى يا جماعة؟ عشان تورق معاكي، يعني تعمل تبقى مورقة كده زي الفطيرة اللي انتي بتعمليها بس بالعجن والخبز وكده، يعني بعجينة. فانتي طبعا بقى مفيش وقت لكده، فدي سهلة جدا وسريعة وهتديكي نفس الافكت بتاع الفطيرة العادية اللي بتتشري يعني. السمنة مش كتير ما تقلقوشي، هي بس لان طبقات الجلاش رقيقة فبتبان كده. طبعا انا كنت قاسمة الجلاش فحطيت طبعا اهوت الحشوة في النص، وهوزعها كويس كده. ضفت بقى جبنة شيدر كانت عندي قطعتها كده، دي جبنة شيدر بالفلفل، طعمها بيبقى حلو قوي. ودي جبنة بقى كده من اللي هي بتاعة البرجر، قطعتها برضو، وشوية موتزاريلا كده يعني دلعناها. بعد كده بقى هبدأ احط بقية الطبقات، وما بين كل طبقة وطبقة هدهن برضو سمنة. وهتكة كده يعني انتوا زي ما انتوا شايفين انا مش موصلة الحشوة للاخر خالص عشان اقفل. زي ما انتوا شايفين قفلت، وكنت سايبة ورقة عملتها بحجم الصينية بالظبط، فادتني بقى الشكل الرائع اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتي مش هتقطعيه. انا دخلتها طبعا الفرن وطلعت، كان الفرن على 180 وعلى الرف، مش على تحت يعني، واحمرت من تحت. وبعدين شغلت الجريل وطلعت شكلها تحفة. بقطعها زي ما انتوا شايفين، خدتش وقت معايا خالص خالص خالص. شايفين المنظر من جوه عامل ازاي؟ حلوة جدا، فطيرة وطعمها فعلا زي الفطير، مش جلاش ابدا. انا ما شربتهاش لا لبن ولا اي حاجة، هدوقها دلوقتي. طعمها خطير خطير، جربوها بجد هتحبوها. ومش عايزة برضه اقول لكم ان انتوا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت بقى تفعلوا زر الجرس وتعليق حلو منكم. زي ما انتوا شايفين كده فطيرة، شايفين طعمة جدا وسهلة، مخدتش معايا وقت خالص خالص. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.